مشكلة $101. تعرف مين الهطف؟ تعرف مين الجبان؟ اليوم شافني بالكواليس، اطلعت بوجهه، نزل عينه بالارض كسرها. انت صور في الزبده. سوري. هذه صورتك يا ابو سويحل. اذا هذا الشنب واللحيه حاطهم ورجال انت، تعال ديسكورد وناظرني سولف معي. اغلبكم سمعتوا عن المشكله اللي صارت بين ماهركو وابو سويحل. هاي المشكله اللي وصلت بيناتهم لانه صاروا يهددوا بعض، وكمان صار بدهم يقلعوا ماهركو من السعوديه. المية حقتك لا بس شو القصة وكيف وصلت الأمور بيناتهم لهون؟ المشكلة بلشت قبل 4 شهور بسبب مشاهدات كيك الوهمية، فبوقتها طلع أبو سويحل بلايف على منصة كيك وصار يحكي إنه الستريمرز كلياتهم عم بيشتروا مشاهدين وهميين، وهذا الشيء عم بيصعب عليه المنافسة ومدري شو، ومن بين كل الستريمرز على هاي المنصة في شخص واحد بس شخص عن الموضوع واللي هو ماهركو، وطلع بلايف صار يحكي على شونغ ودربحة وأبو سويحل وعلى كل الستريمرز التانيين. بس بعد هيك انحلت المشكلة على أساس ورجعت الأمور طبيعية، ولكن بأحد البثوث اللي كان فاتحها ماهركو قرر إنه هو يفتح بس أبو سويحل، ولقى انه في على البث 40,000 مشاهده، مع العلم انه مشاهدات ابو سويحل بالعاده ما بتتخطى ال10,000. فراح عمل له دونيشن ب$100 وكتب له انه انت اللي بلشت دراما المتابعين الوهميين، ومبروك هي انت صار عندك متابعين وهميين. بس المشكله انه ابو سويحل طلع واعترف وقال انه انا عن جد عندي متابعين وهميين باللايف، بس الفكره انه مو انا اللي جبتهم، في واحد من المتابعين هو فات ودفع مصاري لحتى يجيني متابعين وهميين. فهو فعليا اعترف بالقصه وصار يقول لماهركو اذا انت كنت زلمه بتطلع مثلي وبتعترف بالموضوع، او اذا انت مانك حابب تعترف ومصر على انه متابعينك ما فيهم وهميين، فانا بتحداك اذا انت كنت زلمه انك تصور احصائيات قناتك وتطلع وتورجينا اياها على اللايف. وما اكتفى هون، بل راح وفتح اللايف تبع ماهركو وعمل له دونيشن ب$101 وحكى له هي المصاري تبعك الله يصلحك. فهو بهي الحركه كان عم بيحاول يستفزه لماهركو انه انا رجعت لك مصاريك وفوق منها شوي زياده، ولكن ماهركو تجاهل الموضوع تماما وعمل حاله مو شايف الدونيشن. والناس فكروا انه هي كانت نهايه المشكله، ولكن مع الاسف هي كانت مجرد البدايه. فبكينجز ليج رجعت الدراما اشتعلت بيناتهم ووصلت لمرحله اسوأ بكثير من قبل. بس لحظه شوي، شو هو كينجز ليج اصلا؟ كينجز ليج هي بطوله كره قدم عمل اللاعب بيكيه، والفكره منها انه بيجيب مجموعه من المشاهير من كل انحاء العالم، وكل واحد من هدول المشاهير بده يبني فريقه الخاص. يعني كل مشهور بده يروح يجمع لاعبين ومدرب وطاقم فني ويقعد يدرب هدول اللاعبين ويعودهم لحتى يلعبوا مع بعض، وبعدين كلياتهم رح يشاركوا ببطوله مع بعض، واللي بيفوز هو اللي بياخذ اللقب. وطبعا هي البطوله كلياتها رح تكون مبثوثه على يوتيوب وكيك وتويتش وكثير من المنصات الثانيه. وشارك بهي البطوله ملايين الاشخاص المشاهير بالعالم مثل يامال ونيمار وكثير من اليوتيوبرز الاجانب المعروفين. ومن ضمن كل هدول المشاهير كان في شخصين عرب فقط، واللي هن شونغ والياس المالكي. والصدمه كانت انه كل الناس اللي كانوا موجودين هونيك كانوا عم بيعملوا محتوى من هي البطوله، ولكن اكثر عدد مشاهدات واكبر عدد جمهور كانوا متابعين شونغ والياس، لانه كلياتهم من الوطن العربي. فتخيل يا عزيزي المتابع انه بس شونغ وصل لاكثر من 500,000 مشاهده، وبس الياس المالكي وصل لاكثر من 100,000 مشاهده. هاي الارقام تعتبر ارقام خياليه، فعليا اكبر من ارقام البطوله نفسها. فلما بيكيه شاف الموضوع هيك فكر بمخه وحكى لك ليش ما بعمل بطوله كامله بس للعرب. ولان بيكيه يعتبر انسان ذكي، طبعا انا عم بحكي فقط بالبزنس وليس بالفوتبول، لانه بالفوتبول كريستيانو مسح في كرامته الارض، ولكن هو بالبزنس يعتبر انسان ذكي. فشو عمل؟ راح وجمع كل اليوتيوبرز العرب اللي في بيناتهم مشاكل وخلاهم يشاركوا بهي البطوله، لانه هو كان بيعرف انه بمجرد ما يخلي هدول الاشخاص كلياتهم يشاركوا مع بعض راح يعلقوا جوات هي البطوله، وراح يصير مشاكل ودراما وراح يطلعوا ترند، وبهيك راح يجيب مشاهدات اكثر. وكلياتنا شفنا الدراما والمشاكل اللي ما بتخلص اللي صارت بهي البطوله، مثل مشكله عبسي وابو فله. يا زلمه فعليا ابو فله كان قايم يضربه لعبسي. يا سلام ابو فله انت ما لعبش صنع المحتوى. طيب صنع المحتوى اي والله من اول وطبعا بغض النظر عن المشاكل اللي عم تصير بين اليوتيوبرز، المشاكل اللي صارت بين الجمهور لسه اكبر بكتير. فنحن كشعب عربي معروف عننا انه نحن متعصبين بشكل مو طبيعي للانديه والفرق اللي نحن بنشجعها. ففعليا بتلاقي اثنين عرب مستعدين يضربوا بعض بس كرمال مناقشه انه مين احسن، ميسي ولا رونالدو. وبما انك صرت بتعرف شو هو كينجز ليج وكيف بيكيه عم بيستغل الدراما اللي عم بتصير، خلينا هلا نرجع لموضوعنا الاساسي واللي هي مشكله ابو سويحل وماهركو. فبدايه عوده الدراما بين هدول الشخصين كانت بسبب المتابعين. فصرنا نشوف متابعين ماهركو عم يعملوا تصاميم يتمسخروا
يتمسخروا فيها على شونج ودربح وابو سويحل، وبنفس الوقت متابعين شونج ودربح وابو سويحل عم يعملوا تصاميم يتمسخروا فيها على ماهركو، واستمروا بهي الحاله لحد ما الامور صارت مشحونه بيناتهم بشكل مو طبيعي، لبين ما وصلنا على اليوم الاهم واللي هو يوم المباراه بين فريق ماهركو وفريق شونج. ومين اجى هون؟ اجى ابو سويحل وقرر انه هو يستلم رابطه مشجعين فريق شونج، وراحوا جمع المتابعين والفانزات تبعوته وتبعوت شونج وتبعوت دربحه وجابهم وخلاهم يحضروا المباراه، وكان اخذ الموضوع بشكل جدي زياده عن اللزوم. فعليا لو كان ابوه عم بيلعب بالملعب ما كان راح يشجعه هيك. وبنص اللعبه ابو سويحل عمل الحركه اللي تسببت بهي الدراما كلها، راح لعند واحد من الجمهور واخذ منه لافته مكتوب عليها الدونيشن تبع $101، مسكها تصور فيها ونزلها بوست. ومن بعد ما خلصت الماتش وخسر ماهركو قدام فريق شونج، رجع ماهركو وفتح بس وكان مزعوج من الموضوع بشكل مو طبيعي. فتخيل انك انت شاركت بالبطوله وفريقك خسر وهلا راجع لحتى تفتح لايف، ومين بيطلع بوجهك؟ بيطلع بوجهك ابو سويحل متصور ومنزل هي الصوره. فهون ماهركو جن وبلش يتهجم على ابو سويحل، يحكي له انه انت الحركات اللي عم تعملها حركات اولاد، وانت لانك مقهور مني عم تعمل هيك. وطبعا المتابعين ما قصروا، هن شافوا ماهركو معصب راحوا مسكوا لك هاشتاج $101 وعملوه ترند على تويتر وبلشوا يستلموه لماهركو، لحد ما ماهركو قرر انه خلص الموضوع وصل لنهايته، انا لازم اطلع وارد. هذه صورتك ابو سويحل، اذا هذا الشنب واللحيه حاطهم ورجال انت، تعال ديسكورد وناظرني سولف معي. تعرف مين الهطف؟ تعرف مين الجبان؟ اليوم شافني بالكواليس اطلعت بوجهه نزل عينه بالارض كسرها. وبهي اللقطه كان قصده على هذا الفيديو. انت سولف الزبده خلاص. سوري ها المدرب قاعد يسولف. فلما الناس شافت انه الموضوع وصل لهي المرحله انقسموا لقسمين، القسم الاول كان واقف مع ماهركو وصار يقول انه عن جد ابو سويحل زودها، والقسم الثاني ضل واقف مع ابو سويحل وضل عم بيستلموا لماهركو على قصه $101. وضلت الامور هيك لحد ما انتشرت هي اللقطه. لا يا زاحف لا ما يصير ضيف. فهون وصلنا لمرحله انه فعليا الجمهور خرج عن السيطره، صار بدهم يقلعوا له ماهركو من السعوديه بس كرمال دراما تافهه. وبنفس الوقت شفنا كيف ابو سويحل صار بده يحاول يخفف القصه، صار يحكي له للزلمه انه لا تحكي هيك، هو ضيف عنا بالسعوديه، نحن ما بصير نتعامل معه بهي الطريقه. وصار يحاول يخفف الموضوع، وفعلا طلع وصار يقول انه انا اللافته اللي تصورت فيها مو انا اللي طبعتها، ما انا رحت صورتها وجيت، لا انا دخلت على الملعب ولقيت واحد من المتابعين كان مصورها، وكل اللي عملته اني انا شفت اللافته رحت وتصورت معها، لا اكثر ولا اقل. وماهركو بطل يرد على الموضوع، فعليا تجاهل الموضوع بشكل نهائي، وبالنسبه له على اساس انه القصه انتهت. ولكن مع الاسف انه الحقيقه ما هيك، فلسه لحد هي اللحظه الموضوع لساته ترند، ولسه كل شوي بتلاقي اثنين عم بيسبوا بعض، واثنين عم يعملوا لقطات على بعض، واثنين عم يعملوا تصاميم على بعض، وماهركو عامل حاله انه هو مو شايف القصه كلها. وانا مشكلتي بالموضوع انه اللي تسبب بهي الدراما كلها واللي تسبب بهي المشاكل كلها هن المتابعين. فعليا هن بلشوا بالموضوع من الاساس لما اشتروا متابعين وهميين للستريمرز، وهن اللي رجعوا شغلوا الدراما، وهن اللي جابوا اللافته، وهن صاروا يقلعوا ماهركو من السعوديه. والمشكله الاكبر انه هدول الستريمرز يعتبروا ستريمرز كتير كبار، عندهم ملايين المتابعين، في عندهم كتير ناس بيحبوهم واخذينهم قدوه. فانا ما عم بفهم كيف عم بيخلوا المتابعين تبعوتهم يضحكوا عليهم ويخلوهم يمشوهم لحتى يعلقوا مع بعض. فبصراحه القصه كبرت اكثر من اللازم، وصلنا لمرحله انه عن جد بطلنا نحترم بعض كرمال موضوع كتير تافه. فانا اللي بشوفه انه لازم ماهركو وابو سويحل يحلوا القصه باسرع وقت ممكن، لانه صدقوني المتابعين رح يكملوا على هي الطريقه والدراما ما رح تنتهي. والمشكله انه الموضوع ما مستاهل اساسا، على عكس فكره الذكاء الاصطناعي اللي وصل لمرحله خطيره وبلش يهدد حياه البشر. فاذا كنت مهتم تعرف اكثر عن هذا الموضوع اكبوس هون وشوف الفيديو، وبنفس الوقت اكبوس هون واشترك بالقناه وفعل زر الجرس لحتى نوصل ل100,000 مشترك باسرع وقت ممكن. وكمان رح تلاقي حساب الانستغرام تحت بالدسكربشن، روح واعمل لي فولو. وبس بشوفكم بالجاي، سلام.